اكتشف أحد زعماء المافيا أن محاسبا لديه اختلس منه 10 ملايين دولار، وكان المحاسب أصم وأبكم، فقرر الزعيم أن يواجه المحاسب بما اكتشفه، فأخذ معه خبيرا في لغة الإشارة وقال له: قم بسؤاله أين 10 ملايين دولار. سأله الخبير عن طريق لغة الإشارة، فأجابه المحاسب أنه لا يعرف عن ماذا يتحدث، فأشهر الزعيم مسدسه وألصقه بجبهة المحاسب وقال للخبير: اسأله مرة أخرى. قال الخبير: سوف يقتلك إن لم تخبره عن مكان النقود. فأجاب المحاسب بلغة الإشارة: النقود في حقيبة سوداء مدفونة خلف المستودع. ثم سأل الزعيم خبير اللغة: ماذا قال لك؟ أجاب الخبير أنه يقول إنك جبان ومجرد حشرة ولا تملك الشجاعة لإطلاق النار عليه. حينها أطلق الزعيم النار على المحاسب، وانتهى الأمر لصالح خبير لغة الإشارة، وذهب وأخذ النقود. العبرة: من الخطأ أن تضع ثقتك كلها في من ينقل إليك الكلام وتبني قراراتك على كلامه، فقد تكتشف بعد حين أن تلك الثقة لم تكن في محلها، فتكون خسارتك فادحة لا تقدر بثمن.